حاليا مفيش أي موبايل في مصر ب12,000 جنيه وضمان محلي بيقدم لك الإمكانيات دي غير موتوريلا جي 75. اخترت بين 3 موبايلات نزلتهم موتوريلا في السوق المصري لأن أكتر واحد فيهم بيديلك قيمة حقيقية مقابل سعره. هتلاقي فيه حاجات عمرك ما كنت تتوقع تلاقيها في موبايل بالسعر ده. أنا جربت الموبايل فعلا بقالي أسبوع، وفي الفيديو ده هقسم لك المراجعة كالتالي. الأول هقول لك على أقوى 6 مزايا عجبتني في الموبايل ده وفي شوية مفاجآت. بعد كده هنتكلم عن تجربتي مع الحاجات المهمة زي الصوت، البطارية، وكم حاجة تانية. وفي الآخر هقول لك على 5 عيوب أو حاجات ممكن ما تعجبكش في الموبايل ده. وكالعادة صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نبدأ، اللايك بيفرق جدا في نشر الفيديو. لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة. أول ميزة قوية التصميم. المفاجأة الأولى من موتوريلا في الموبايل ده هي التصميم. الظهر والأمامي مصنوعين من جلد صناعي ملمسه شيك وفخم، ودي حاجة مش موجودة في أي موبايل بالسعر ده. تصميم الموبايل بسيط والظهر عليه لوجو موتوريلا في النص، والكاميرات جاية في مربع شكله أنيق، بالإطار مصنوع من البلاستيك لكنه بيدي إحساس إنه معدن. والسمك هنا 8.3 مللي والوزن أكتر من 200 جرام. لكن الميزة الأهم في التصميم إنه مقاوم للمية بمعرض الاي بي 68، وده معناه إنه بيتحمل غمرة في المياه لحد متر واحد زي الفئات الأعلى اللي بتعدي ل 20,000 جنيه. وتاني ميزة قوية الأداء والمعالج. المعالج هنا بيجي بسناب دراجون 6 الجيل الثالث في موبايل ب 12,000 جنيه. أكيد مفاجأة، الرامات 8 جيجا وبيجي في أنتونيو أرقام تتعدي موبايلات ب 16 و 17,000 جنيه. الأداء سريع جدا في الاستخدام العادي، والموبايل نظيف وخفيف بسبب إنه بيجي بأندرويد خام بدون إضافات تجديد. أما في الجيمنج فالموبايل هو أرخص موبايل بيشغل ببجي على 60 فريم بدون ما تحتاج تقلل الجرافيك. تجربة الجيمر سلسة جدا ومفيش تهنيج، وحرارة الموبايل مع الاستخدام ما كادش ملحوظ. بس في نقطة خاصة بالجيمنج هنتكلم عنها لما نوصل للعيوب، فتابع معايا. وتالت ميزة قوية هي الشحن. الموبايل بيجي مع شحن 33 واط وبيشحن 100% في حوالي ساعة و10 دقائق، وده نفس زمن الشحن في الفئات. لكن المفاجأة الغريبة ان الموبايل بيدعم الشحن اللاسلكي 15 واط، وده ميزة مش موجودة في اي موبايل بالسعر ده. ورابع ميزة قوية تجربة المكالمة. الموبايل فيه كل اللي تحتاجه عشان تجرب مكالمات ممتازة. شبكة قوية وبتدعم ال 5G شبكة، بيدعم الشريحة الإلكترونية للإيسيم، وسماعة المكالمة صوتها عالي وواضح، والميكروفون بيعزل الضوضاء في الأماكن. ميزة تسجيل المكالمات موجودة لكن الطرف الثاني بيتبلغ بالتسجيل. والأهم وجود مستشعر تقارب حقيقي في الشاشة بتفضل مقفولة طول ما الموبايل على ودنك. وخامس ميزة قوية والواي فاي فيها. الموبايل بيدعم واي فاي 6 اي، وده أعلى حتى من واي فاي 6 اللي مش موجود أصلا في معظم الموبايلات بالسعر ده. أداء الواي فاي ممتاز جدا والتقاط الشبكة أقوى من معظم الموبايلات اللي جربتها. وسادس ميزة قوية هي الكاميرات والتصوير. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل وبتدعم التثبيت البصري، والكاميرا الواسعة 8 ميجا بكسل، والكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل. تصوير الفيديو 4K مع تثبيت بصري، والسيلفي كمان وكمان بيدعم ال 4K، وبيصور بالكاميرتين الخلفية والأمامية في نفس الوقت. الصور فيها تفاصيل حلوة جدا والألوان مشبعة وصحية، والعزل في الصورة دقيق جدا سواء بالكاميرا الخلفية أو السيلفي. العيب الوحيد في الكاميرا هو التصوير الليلي لأنه عادي جدا ومش هو الأفضل في الفئة. وتجربتي مع الشاشة والبطارية الشاشة هنا 6.8 بوصة IPCL بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز مع أمولود، لكنها مش الأقوى في الاي بي اللي جربتها، وإضاءتها 1000 فتبقى واضحة تحت الشمس، بصمة جانبية بدل بصمة تحت الشاشة، وأنا شخصيا بفضلها لأنها أسرع. والبطارية 5000 ملي أمبير، ومع استخدام المتوسط بتكمل يوم ونص بتكمل. لكن في الجيمز على أعلى إعدادات بتخلص أسرع شوي. السماعات الستيريو والصوت عالي لكن جودته بتقل شوية عند أعلى مستوى الصوت في السماعات التايب سي. العيوب او الحاجات اللي ممكن ما تعجب. اول حاجه حساسيه اللمس في الجيمز مش هي الافضل. كنت حاسس ان الاستجابه مش سلسه كفايه، لكن بعد الاستخدام لفتره المشكله قلت او خف. ال NFC بيشتغل لنقل البيانات بس مش هينفع تستخدمه للدفع بالموبايل. مفيش مدخل 3.5 ملي فلازم تستخدم سماعة تايب سي. الجيمر كارد بيتركب بدل الشريحة التانية، فمش هتقدر تستخدم شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت.
مفيش راديو اف ام، فلو ده حاجة تهمك خد بالك. الخلاصة موتوريلا جي 75 هو اقوى موبايل في الفئة السعرية، بيديلك مواصفات ومميزات مش موجودة في اي منافس في السعر ده. في شوية تنازلات لكن مش صفقات خسرانة بالنظرة للمميزات القوية اللي بتقدم. قبل ما تقفل الفيديو اشترك في القناة ولو لسه مش مشترك علشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة. مستني تعليقكم واستفساركم واشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا سلام.